بعد الفيديو ده اللي هسمعه بيقول على مراته انا متجوز جعفر، مش عارفة اعمل فيه ايه. بعد الفيديو الجميل ده اتفرجوا المكياج ممكن يودي لحد فين. ما تحكموش على معايير الجمال. والنبي يا حسين ابوس ايدك، اتفرج وشوفي المكياج بيعمل ايه. القمر دي هي ميك اب ارتست، ليها صفحة وكل فيديوهاتها كده، وهي دي الشخص اللي هيتحول دلوقتي. علشان بس ايه، انا متجوز جعفر، انتوا مش شايفين البنات عاملة ازاي؟ اتفرجوا بس، اتفرجوا هتعمل ايه. انا بحبها جدا وبحب اتفرج عليها. وده بقى الفيديو ده مش لكل راجل بس، لا ده لكل بنت وكل ست فاكره ان معايير الجمال اللي بيشوفوها هي دي معايير الجمال، وتفضل بقى تغير من نفسها وتعمل وتسوي. ابدا والله، كل ده ميك اب، كل دوت ناس متخصصه عارفين هما بيعملوا ايه، يغيروا في ملامحهم ويغيروا في وشهم ازاي. عمر ما مقاييس الجمال كانت بالمنظر ده، ربنا خالق كل واحد بجماله الخاص. مفيش، وده ما يمنعش ان نقولش ان احنا كلنا بنحط ميك اب، ولكن ما بنغيرش في خلقة ربنا. عندنا بقى الميك اب بالنسبة لهم بيغير في كل حاجة، بيغير في كل حاجة يا جماعة. بصوا قمر، بقت واحدة تانية يا جماعة، صغرت في السن، وشها يعني صغر، بشرتها بقت حاجة تانية، عينيها بقت حاجة تالتة. احنا محتاجين ناخد كورسات يا جماعة. بس عامة الجمال اللي ربنا خلقك بيه مفيش احسن منه. جعفر اللي معانا ده بقى نتفرج عليه كده. بصوا تحول جذري حلو يا بطه البطه والنبي، اللي انت لما بيها شعرك السمكه القمر دي. بصوا انا عايزاك تتفرج. لكل راجل بيقول لمراته يا جعفر، لو سمعتك تاني بتقول جعفر دي، اتفرج وانت تعرف هما بيبقوا عاملين كده ليه. البشره الصافيه النقيه الجميله اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه مش كلها حقيقه. الميك اب بيبقى بيداري، غير الفلاتر بتاعت التليفونات، الفلاتر بتاعت الفيديوهات. بصوا بقى ابتدى التحول. بص دي بقت دي، شفتوا اهو. هي ما اتغيرتش جامد، ولكن في تغيير. الميك اب دارى الحبوب، دارى النمش، دارى كل حاجه. بصوا بقى لاختنا الثالثه، فن يا جماعه. والميك اب بالنسبه لي دلوقتي بقى فن ازاي تغيري ملامحك. ده ممكن يتخفوا يا جماعه، ده ممكن واحده تعمل جريمه قبل المكياج وتحط مكياج ما تتعرفش بعد ما تعمل الجريمه. بيبقوا بني ادمين تانيين والله، يعني فيديوهاتهم دي غش. بس ان هي ده بيعلمنا ان معايير الجمال مش اللي احنا بنشوفه. بصوا شايفين بقت واحده تانية صغرت في السن وبشرتها اتغيرت، وكله بقى حاجه تانية. عشان كل واحده مننا تشوف الفيديو ده تحمد ربنا، كل راجل بيشوف الفيديو ده يقول الحمد لله. بجد ناخد كورسات يا جماعه في الموضوع دوت، هنكسب دهب والله، مش هنتعرف. ده ممكن واحد يتجوز واحده يصحى تاني يوم يقول لهم انتوا ضحكتوا عليا. وبيحددوا بقى بالكونتور كده ايوه بصوا بني ادمين تانيين، بيبقوا ناس تانية. زعلانه ليه يا حبيبتي؟ ليه يا بابا زعلانه؟ انت بتعملي انجاز، انت بتعملي انجاز للزعل. بس عملت ازاي يا الله. بيبقوا ناس تانيين والله، فعلا ناس تانية. بس بقى ايه، حاجات كتير بقى، يعني بيستخدموا طبقات من الميك اب كبيره يا جماعه والله. يعني انا اكتر حاجه اعرفها الفونديشن. يعني الفونديشن بالنسبه لي هو اقصى طموحاتي.